Scene 18 by Code Quest, your VS Code Copilot. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم حنان من كود كويس. احنا امبارح كنا نزلنا فيديو عن ازاي تسطب كود كويس. لو ما شفتوش ارجع على الشانل بتاع اليوتيوب بتاعتنا، هتلاقي الفيديو اللي نزل امبارح موجود، او على لينكد ان على الصفحة بتاعتنا. هتلاقي فيه بنوصف ازاي ممكن نبتدي نستخدم سين 18، وازاي ممكن نعمل له انستول. طب النهارده احنا جاي إن النهارده انا جايه اشرح لكم ازاي. احنا امبارح شفنا ازاي ننستول وازاي نستخدم موديلز اوريدي سيت اب ده على الكلاود. طب لو انا عايزه استخدم موديل فري واسطبه عنده لوكالي وابتدي استخدمه، هقدر اعمل ده ازاي؟ اول حاجه هنبتدي ندخل على اولاما، وطبعا لو حد ما عندوش اكونت على اولاما يبتدي ممكن يعمل اكونت، او حتى من غير اكونت يبتدي ايه. هيلاقي هنا كده الطريقه اللي ممكن ينزل بيها اولاما، سواء ماك او لينكس او ايه او ويندوز. فاول حاجه، اول خطوه هنعملها هنبتدي ان احنا نسيت اب اولاما. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا بكوبي كده الكوماند، وبروح على التيرمينال عندي، وبروح عامله سيت اب على طول، بحط بيست وبروح عامله سيت اب. طبعا انا اوريدي عندي اولاما، يعني انا لو قلت اولاما هتلاقي ان انا اوريدي انا عندي، وهو بيقول لي شوفي انت ايه الكوماند اللي انت عايزاه ونستخدمه. فانا حتى لو قلت له اولاما ليست، فهو هيجيب لي لستة المودلز اللي عندي، اللوكال مودلز يعني اللي عندي. دي حاجة. تاني حاجة، خلاص احنا عرفنا ازاي نسيت اب اولاما. هنيجي بعد كده نختار الموديل اللي انا عايزه استخدمه لوكال. فانا اوريدي مثلا عايزه استخدم ديب سيك R1. فهضغط عليه. اول حاجه هعمل سيرش كده عادي، ممكن يظهر لي على طول، او هعمل سيرش فيظهر لي اهو. وبعدين هبتدي استخدم ديب سيك R1. وبعدين هتلاقوا هنا كده ظهر ده الكوماند اللي انا المفروض عايزه استخدمه. فهبتدي اعمل هبتدي اروح هنا في الشات، وهبتدي اعمل في التيرمينال اقصد. وبعدين هبتدي احط الكوماند بتاعي. طبعا انا اوريدي عامله سيت اب لديب سيك عندي، فاوريدي هو اشتغل عندي على طول. المفروض ان هو هيبتدي يديكوا ستيبس كده ترنوها، ولو ما عندكش سبيس هيقول لك ايه السبيس اللي محتاجها. فالمفروض يعني داونلود سهل جدا. فانا هقول له سلاش باي عشان ابتدي هو كده اوريدي عندي. طبعا انا ما رضيتش اعمل الخطوه دي معاكم، لان انا عشان الوقت، عشان بس بياخد وقت طويل شويه، فما نستهلكش وقت الفيديو في الداونلود او كده. طبعا انا كده بقيت انا عندي الموديل لوكال، زي ما وريتكم كده، ان انا لما عملت ليست هتلاقوا عندي كده كذا موديل، منهم الديب سيك الليتست. هروح بقى فين؟ هروح على السين 18. كده احنا امبارح اتعلمنا ازاي ننستوله. لو مش عارفين ارجعوا للفيديو. لو بعدين هنروح هنا كده على السيتنجز، وبعدين هنيجي في الاول حاجه الاي بي اي بروفايدر، هنختار اولاما. هنيجي هنا كده ونختار اولاما. وبعدين هتلاقوا هنا كده ظاهر كل المودلز اللي انا اوريدي سيت اب ده عندي لوكال. فانا اوريدي هختار الموديل بتاع ديب سيك R1، وابتدي اقول له دون. وبعدين هبتدي بقى اساله اي سؤال، كاني بسال بقى ديب سيك 1 عادي، اللي عندي اللي انا بساله في الشات. فهقول له فور اكزامبل write to do Code Quest. list using اوكي to do list class مثلا. خلينا define شوية using JS language. طبعا هو عشان لوكالي بيبتدي طبعا ياخد وقت شوية غير السيرفر. فهو بدأ اهو يرد عليا، بيريزن طبعا هو هيعمل بالظبط. زي انتوا عارفين طبعا ديب سيك بيرجي جامد، يعني بيبتدي يقول كل الحاجات قبل ما يبتدي يعمل. كده احنا عرفنا ازاي ممكن
نسيت اب ديب سيك عندنا وازاي ممكن نستخدمه. طبعا احنا برضو شغالين على ان احنا نبتدي نستخدم موديلز تانية لوكال وننهانس اليوزج بتاعها من خلال سين 18. ويعني خليكم متابعينا، ان شاء الله كل يوم هننزل بابديتس جديده تكون مفيده ليكم يعني. طبعا انا هكمل انا بقى اشوف الريزلتس اللي هتطلع، واسيبكم انتوا عشان ما اضيعلكوش وقتكم يعني. ولو حد عنده اسئله، حد جرب ووقف معاه حاجه، يقدر يشير معانا تجربته، يقدر يبعت لنا. احنا يعني في انتظار تجربتكم، وانكم تقولوا لنا رايكم وايه المودلز اللي انتوا نفسكم ان احنا نحاول نسبورتها احسن وتبقى شغاله عندنا. لو واخدين بالكم اهو، هو اوريدي ابتدى بقى يكتب الكلاس معانا. طبعا المودلز الجاهزه بيبقى فيه بنقدر نعمل كابابيلتيز اكتر من المودلز اللوكال، زي ان احنا يفتح فايل ويكتب على طول وكده. ودي الحاجات برضو ان شاء الله هنبتدي نشتغل عليها ونسبورتها اكتر مع المودلز اللوكال ان شاء الله قريب. شكرا ليكم، واستنوني فيديو بكره ان شاء الله. CodeQuest.